السلام عليكم. معالي رئيس جهاز الأمن الوطني، أنا الصحفي جاسم العامري. نرحب بك بمحافظة النجف، رمضان كريم عليك. بظل الحديث عن قانون جهاز الأمن الوطني قبل قليل تحدثت عنه. هذا القانون هو يضمن دخول يعني سياسة حديثة ومستلزمات حديثة للجهاز. كذلك يعني بظل هذا الحديث عن هذا القانون وتشريعه هو في طور القراءة الثانية، يعني هل كانت هنالك بصمة واضحة لجهاز الأمن الوطني من خلال الاستشارة لمشروع القانون، خصوصا بظل اتساع مهام جهاز الأمن الوطني واحتياجه لكوادر بشرية وكوادر مادية، يعني وموارد مادية وموارد حديثة تكنولوجية. يعني هل هنالك توصية واضحة من قبلكم لمجلس الوزراء لمجلس النواب بظل اتساع، يعني اتساع قبول اعداد جديده في الجهاز من اختصاصات معينه؟ مثلا الجهاز عفوا وهو ليس تدخل يحتاج الى اختصاصات العلوم السياسيه في مراكز الدراسات، اختصاصات القانونيه، الاختصاصات حتى الاعلاميه وهي اختصاصات مهمه، اختصاصات التكنولوجيا، هندسه المعلومات. هل هنالك اتساع جديد يتناسب مع التطور الحديث والحاصل في البلد والمجريات الموجودة في المنطقة والساحة السياسية؟ وشكرا. شكرا جزيلا. سؤال جدا هام. قانون جهاز الأمن الوطني نعمل عليه منذ ما يقارب 8 سنوات. هناك لجنة مشكلة في الجهاز فيها عدد من المختصين منذ أكثر من 8 سنوات حقيقة، وإحنا نتابع موضوع مشروع قانون جهاز الأمن الوطني. وكانت إن كان إن تواصل مع أغلب الأجهزة والوكالات الصديقة والشقيقة والقريبة من العراق، واخذنا بنظر الاعتبار الدول اللي بها تحديات شبيهه بتحدي العراق، وبها ايضا تعدد، وبها دول جوار، وبها جغرافيا شبيهه من جغرافيا العراق. فبالنتيجه انا مطمئن الى انه هذا الجهاز المشروع، هذا القانون اذا اخذ النور سيكون هناك جهاز مهني، جهاز رشيق يعتمد على التكنولوجيا ويعتمد على العقول. واحنا اذا اكو شيء نفتخر به في جهاز الامن الوطني فهو العقول الشابه والعقول النيره. وخيره اقدر اطمئنك، عندنا خيره المهندسين، افضل مهندسي العراق موجودين في جهاز الامن الوطني يعملون على مشاريع في غايه الاهميه. وعندنا افضل المحللين، يعني افضل دائره تحليل موجوده هي في جهاز الامن الوطني. اكبر مفاصلنا هي دائره التحليل الاستخباري، لان هي دائره العقل، وهي موطنها موطن العقل والقلب للجهاز الامن الوطني، من خلالها تمر كل اعمال جهاز الامن الوطني. وعندنا ايضا افضل البرامج اللي موجوده ومستخدمه في التقنيات الامنيه. التشريع راح يحصلنا، والتشريع راح يضمن حقوق المنتسبين، والتشريع راح ينطي دفعه معنويه لجميع منتسبي جهاز الامن الوطني، ويعزز الثقه بين المواطن وبين الجهاز. نعم، هذا طبعا السلطه هذه موضوع تقديري. زياده اعداد الجهاز هناك اكثر من نظره. قسم يقولون الجهاز هو نوعي ما يحتاج الى اعداد كبيره، وقسم لا يرى عكس ذلك. طبعا هذا يعتمد على حجم التحديات وحجم المساحه اللي يعطيها السيد القائد العام للقوات المسلحه لجهاز الامن الوطني. بين فتره واخرى تجينا اضافات جديده للجهاز الامن الوطني، نحاول ان نستثمر من خلالها افضل القدرات الموجوده. لكن حاليا ما عندنا زيادات في اعداد منتسبي الجهاز.